قرصنة مزدهرة في سواحل الصومال، وسفن مختطفة هنا وهناك. ففي ساحل قرية جبع التي تبعد نحو 30 كيلومترا عن مدينة أيل معقل القراصنة، يحتجز القراصنة 3 سفن يونانية ودنماركية وتركية. وفي أيل معقل القراصنة 3 أخرى يابانية وفلبينية وتركية حسب الرواية القراصنة. حصول القراصنة على عشرات الملايين من الدولارات التي تدفع إليهم في شكل فدية مقابل الإفراج عن السفن والبواخر المختطفة دفع الصيادين والقرويين إلى الالتحاق بالقراصنة لاحتراف ذلك العمل الذي يرونه مربحا أكثر من أي شيء آخر. القضية بدأت بملاحقة السفن الأجنبية التي كانت تعمل على صيد السمك بطرق غير مشروعة، ثم تحولت إلى قرصنة لا تميز بين السفن. والآن قليلون هم من يمارسون مهنة صيد الأسماك، لقد استبدلوا هذه المهنة بالقرصنة. فعلا أصبح القراصنة الصوماليون خطرا يتربص بالسفن المارة في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية، لكنهم يعتبرون أنفسهم حرس سواحل يفرضون إتاوات على السفن التي يقولون إنها تدخل في المياه الإقليمية للصومال بشكل غير مشروع. كنا عمالا وتعلمون أن دولتنا انهارت، فجاءت السفن الأجنبية لتأخذ الشباك التي نتكسب منها، ولذلك نأخذ من البواخر التي نمسك بها إتاوات، ولا نفرق بين سفن هذه الدولة أو تلك. استمرار نجاح القراصنة وقيامهم بعمليات تبدو احترافية والكيفية التي يحصلون بها على المعلومات أثار تساؤلات لدى الحكومة الصومالية التي ترى أن الحل الحقيقي لمشكلة مياه الصومال رهن بتحقق السلام على اليابسة. باعتقادي أن هناك عصابات إجرامية دولية وسفنا كبيرة تساعد القراصنة، وهذه السفن الصغيرة التي يملكها القراصنة لا تستطيع خطف سفن لمسافة 1000 ميل، والحل مرهون بالاستقرار على اليابسة. حتى العاملون في صيد الأسماك نالوا نصيبهم من الصعوبات التي تشهدها سواحل الصومال، ففي مياه تكثر فيها عمليات القراصنة يعملون وهم يحملون السلاح لتأمين سفنهم. عمليات القرصنة التي بدأت باختطاف قوارب وسفن صغيرة أصبحت اليوم أزمة دولية دفعت بعض الدول إلى حشد سفنها الحربية في مياه الصومال، لكن الحل يبقى في رؤية الكثيرين رهنا بإيجاد تسوية سياسية للأزمة الصومالية. عمر محمود، الجزيرة، من مدينة أيل، شمال شرقي الصومال.